السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى اخوات وأحلى متابعين. لو نفسك تعملي القرص الكماج وطالعة قبة كده وجميلة وما عندكيش فرن ومحتارة تعمليها ازاي، تعالي النهاردة الفيديو ده ليكي صدقيني. هتعمليهم على عين البوتاجاز وبكل سهولة، وعايزة أقولك في دقايق هتخلصيهم. والله العظيم ما في أجمل ولا أحلى من كده، ما شاء الله اللهم بارك. والكمية طالعة من كيلو دقيق زي ما هتشوفي كده، والله حاجة عظمة ما شاء الله. تعالي بصي الكمية دي طلعناها من كيلو دقيق، ما شاء الله اللهم بارك. شوفي بقى الجمال والطراوة، ومش قادرة اقولك على جمالها. مفيش واحدة فيهم بكومة واحدة بس كده طالعة هبطانة، كلهم ما شاء الله اللهم بارك، كلهم طالعين منفوخين وتحفة جدا على عين البوتاجاز. صدقيني على عين البوتاجاز. تعالي بس خليكي معايا الفيديو للاخر، اوعي تسيبيني في النص ولا في الاول، عشان الفيديو يوصلك بكل خطواته والطريقة توصلك بكل خطواتها وتركاتها. يلا تابعيني لاخر الفيديو، وما تنسينيش بقى يا جميل في اللايك الجميل بتاعك، واعملي لي اشتراك لو مش موجودة عندي. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا النهاردة. وقبل ما ندخل على الفيديو هوريكي كده شوية صور اهو، هتدخلي على على اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. لو مش عارفة فين صندوق الوصف، دوسي على العنوان وهيظهر لك كلمة المزيد، جواها كل حاجة انتي نفسك تعمليها. كل الحاجات دي عاملاها لكم باذن الله، وهسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف باذن الله. تعالي بقى نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة وجمالها وسهولتها، وهتعمليها على عين البوتاجاز وهيطلع معاكي قابب كده وتحفة. اول حاجه معايا كوبايه، ونزلت فيها كده بربع كوبايه من الزيت، وعليها كمان معلقتين ونص 3 كده من السمنه. اي نوع سمنه عندك حطيه، بس الافضل طبعا السمن البلدي. يبقى انا المجمل بتاعي نص كوبايه من زيت على سمنه. لو حابه انك تحطيها سمنه كلها حطيها. تمام. معايا بقى بوله تانية كده، ونزلت فيها بكوبايتين بالظبط كده من اللبن الرايب. النهارده انا عملتها باللبن الرايب بس. لو حابه انك تعمليها باللبن الحليب برضو هتمشي وهتطلع معاكي طريه وجميله. هنا انا سيحت السمنه على الزيت وحطيتهم كده على اللبن الرايب، وهجيب بقى الدقيق بتاعي. انا اللي هعمل بيه النهارده كيلو من الدقيق بس. الكيسه دي كان فيها كيلو دقيق. حبيت الاول كده ادخل الدقيق بتاعي هوا، ودي خطوه مهمه جدا في اي معجونات انا بعملها. لازم انخل الدقيق بتاعي الاول حلو جدا. ليه؟ عشان بتخلي كده اللقمه اللي انت بتاكليها خفيفه ما شاء الله اللهم بارك، وما تحسيش ان انت بتاكلي لقمه مكتومه. لا، بتدي للقرص بتاعتك او اي مخبوزات انت بتعمليها خفه كده وبتبقى جميله اللهم بارك. يلا بقى لو وصلتي لغايه هنا حطي لي لايك، ما تستخسروش فيا. معايا كمان نص معلقه من الملح، معايا كمان 3 معلقتين من السكر، و3 معالق من السمسم. ولو حابه ان انت ما تحطيش سمسم براحتك برضو، ولكن السمسم طبعا بيديله طعامه كده وبيخلي ريحته حلو. وكمان معايا ظرف من الخميره الفوريه اللي هو 12 جرام، وهسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف. تمام. يبقى انا حطيت معلقتين سكر على كيس خميره، على معلقه 3 معالق من اللهم صل على سيدنا محمد من السمسم. ونزلت كده بالسمنه على اللبن الرايب اللي احنا حطيناهم على بعض، وقلبي بقى الجمال ده كله على بعض. ما شاء الله اللهم بارك. في اسهل من كده؟ والله ما في اسهل من كده. احنا حطينا تقريبا كده المكونات كلها على بعضها. ما شاء الله اللهم بارك. على كيلو دقيق خد معايا نص كوبايه من السمنه على الزيت. ممكن اخليها سمنه بس، ممكن اخليها طبعا زيت لوحده مش هيبقى حلو خالص، مش هتدي الطعم والريحه الجميله بتاعت القرص. تمام. انا هنا كملت برضو عجن باللبن الرايب. المجمل بتاع اللبن كله خد معايا كوبايتين ونص، كوبايتين ونص، وده راجع لنوع الدقيق بتاعك اللي انت بتعجني بيه. ممكن دي ياخد نص كوبايه كمان فوق الكوبايتين، ممكن نوع تاني ياخد كوبايتين وربع، زي ما انت زي النوع بتاع يعني نوع الدقيق اللي انت شغاله بيه بقى، على حسب ما ياخد معاكي سوائل قد ايه. طبعا هنا ما ننساش برضو فكرة ان احنا حطينا السمنة على الزيت، تعتبر برضو داخلة سوائل. تمام. فكل ده انا خد معايا بالظبط كده كوبايتين ونص من اللبن الرايب. لو حابة انك تعجنيه باللبن الحليب اعجني بيه عادي برضو، هيطلع ما شاء الله اللهم بارك من ايديكي زي العسل. ولكن اللبن الرايب بيديني طراوة كده للبكومة بتاعتي او للقرصة بتاعتي، فبيخلي ريحتها وطعمها تحفة جدا. لو انت ما عندكيش بقى لبن رايب وعايزه تروبي اللبن اللي عندك، حطي له معلقتين وهو دافي كده. جيبي اللبن الحليب دفيه، وحطي عليه معلقتين من الخل وسيبيه شويه، هتبصي تلاقيه راب معاكي. تمام. لمده ساعه كده هتبصي تلاقيه راب معاكي وبقى تحفه جدا. تمام. انا هنا عجنت القرص بتاعي يعني لميت العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه بقى، وهديها عجن كويس جدا. اهم حاجه بقى عجينيها حلو عشان تطلع معاكي، يطلع لها عرق كده، وتبقى العجينه بتاعتك ناعمه وطريه جدا ما شاء الله. انا طبعا هنا الطراوه بتاعتها زي ما انت شايفاها كده.
لا هي يابسه قوي يعني مش يأس، يعني مش ناشفه شويه ولا حاجه، لا دي طريه هي ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. وكل ما طريتيها شويه كل ما طلعت معاكي اللقمه طريه وتحفه جدا. ما شاء الله اللهم بارك. هنا خدتها بقى على السطح اللي انا شغاله عليه واديتها عجن يمين وشمال، اديها بقى عجن لغايه ما تشبعي فيها عجن. خدت مدة قد ايه عجن؟ خدت حوالي بايديا طبعا مدة 10 دقايق، لو عندك العجان هتاخد حوالي 6 7 دقايق بالكتير. حلو الكلام، كلام جميل. طبعا انا هنا هلم العجينه بتاعتي طبعا وهسيبها بقى بعد ما اخلصها كده واعجنها كويس جدا واحس ان العجينه بقت ناعمه في ايديا. اللهم بارك، شايفه الجمال عامل ازاي؟ اديها عجن كويس جدا. انت لو عندك العجان هيسهل عليك الدنيا وهيبقى الموضوع سهل جدا. تمام، لميت العجينه اهو زي ما انت شايفه، يعني بديها بنعمها كويس جدا اهو، بعجنها كويس جدا. وهجيب نفس ذات البولة اللي انا عجنت فيها وهرجع فيها العجينة تاني عشان اسيبها تخمر. هسيبها تخمر قد ايه هقولك دلوقتي، ما تستعجليش على رزقك وخليكي معايا واحدة واحدة، لان من اهم الخطوات العجينة كمان لازم تطلع معاكي مظبوطة. تمام، حطيناها كده في البولة زي ما انت شايفة وغطيتها بكيس او اي حاجة ستريتش عندك، وغطيها بالفوطة بتاعتك وسيبيها لمدة نص ساعة. طبعا في الجو البرد ده هتاخد نص ساعة بالظبط. انا مش هخمرها تخمير كامل، انا هديها نص تخميرة كده بس كده، وهطلعها كده وهقطعها. طب احنا القرص اللي احنا عملناها النهارده الحجم بتاعها ده هيكون قد ايه؟ شفتي التقطيعه بتاعت الليمونه؟ حجم الليمونه كده، الليمونه الكبيره، مش هقولك يعني اللي هي بالظبط كده تعمل حوالي 30 جرام 40 جرام بالظبط كده. انت بقى لو حابه تكبري او تصغري دي حاجه ترجع لك انت، انما انا عملت الحجم ده وكان كيوت قوي وما شاء الله جميل وشكله حلو جدا. انا بقول لك الحجم ده كويس جدا. لو حابه انك تكبري او تصغري دي حاجه ترجع لك انت. تمام، انا هنا زي ما انت شايفه كده عملتها قد حجم الليمونه الكبيره شويه. يعني انا ببسط لك الفكره عشان تبقى في خيالك فتعرفي تعمليها لو انت حتى ما عندكيش ميزان او مش عارفه تقطعي ازاي. قد حجم الليمونه كده، لو حابه تكبريها شويه كبريها شويه، بس ده الافضل ليكي يعني بالنسبه لحد مبتدئ في لسه في القرص والكلام ده كله والعجين. يبقى الافضل ليكي تشتغلي على الاحجام الصغيره الاول وبعد كده تتمكني. اشتغلي بقى وربنا يحسن ما بين ايديكي وتطلع كل حاجه تحت ايديكي جميله. تمام، هخلص الكميه كلها تقطيع زي ما انت شايفه. ما شاء الله اللهم بارك، انا عايزه اقول لك طلعت لي في حدود ما يقرب من 50 قرصه. تحفه جدا، لان طبعا انا عامله القطع بتاعتي او اللقمه بتاعتي صغيره فمش كبيره قوي، وفي نفس الوقت مطلعه كميه حلوه جدا. هاجي بقى بالنسبه للفرد بعد ما خلصت الكميه اللي قدامك زي ما انت شفتي كده. هاجي بقى للفرد. الفرد ازاي؟ انا طبعا معايا كل قطعه كده بعد ما اسيبهم يرتاحوا وبغطيهم طبعا عشان الوش بتاعهم ما ينشفش في الصينيه زي ما انت شفتي دلوقتي. هجيب بقى قطعه قطعه كده وافردها الاول على شكل طولي كده، يعني بديها برمه بايديا كده. لو انت حابه تعملي الشكل ده، لو حابه انك تعمليها قرص مدوره عادي جدا بتفرديها على وضعها وبتطلع معاكي قرصه مدوره وجميله. اما لو حابه انك تعمليها بالشكل اللي انا عملته ده، فبصي انت بتبرميها الاول تحت ايديكي كده، بين ايديكي الاول القطعه بتاعتنا، وبعد كده بتبداي تفرديها زي ما انت شايفه كده. تاني هعملها لك اهو، بصي برمتها الاول على شكل طولي كده وبعد كده بفردها عادي خالص، وبتديها طبعا فرده بالفراده كده عشان تنعم الوش بتاعها، وبتطلع الوش بتاعها ناعم وكله حته واحده كده، مفيش حته طالعه وحته نازله، بيبقى مستوي مع بعض. ما شاء الله بتطلع النتيجه هايله جدا في الاخر. وطبعا اللقمه بتطلع معاكي حلوه لما بتدخليها الفرن، بتقب معاكي ما تلاقيش واحده منك هبطانه ولا واحده منك حته هبطانه وحته مش هبطانه. تمام، فده اهم حاجه في الفرد، ان انت تكوني مسويه السطح بتاع اللقمه بتاعتك زي ما انت شايفه كده. واللي بيسويها لي الفراده بتاعتك اللي انت شغاله بيها. ما شاء الله، عايزه اقول لك الطريقه سهله وما في اسهل من كده، وصدقيني ما خدوش معايا ساعه زمن. يعني هي بالتخمير والكلام ده كله، والله لو هتشوفيها كده هي بالظبط كده ساعة زمن. والتسوية عايزة اقول لك بقى تعالي لي دلوقتي وهتشوفي الجمال عامل ازاي، حاجة كده عظمة وما شاء الله اللهم بارك. تمام، زي ما انت شفتي كده الفرد سهل ومفيش اسهل منه. تعالي بقى يلا على التسوية ونشوف هنعمل ايه. على البوتاجاز بقى، وهجيب صينيه كده، وطبعا انا مشغله البوتاجاز على الوسط. هستنى لما الصينيه بتاعتي تسخن الاول. انا بشاور لك بقول لك خلي بالك الصينيه لازم تسخن الاول، وبعد كده هجيب اللقم بتاعتي اللي انا حطيتها وسبتها تختمر شويه حلوين. تمام، يعني سبتهم كده فيما يقرب من تلت ساعه، وبدات اجيب اول حبه انا بدات بيهم ونزلي كده في الصينيه على البوتاجاز من فوق الاول والصينيه بتاعتك سخنه. اول ما احس كده اني بدات اسمع صوت تكتكه كده، خدي الصينية دي ونزليها تحت الشواية. الشواية هتكون شغالة معايا والفرن برضو شغال معايا لو انت عندك الاتنين شغالين مع بعض.
بصي دخلتها تحت الشوايه اهو، دي اول خطوه انا عملتها. تمام. هتبدا بصي القرص تعمل ازاي معاكي، اللهم بارك. اهم حاجه من فوق انا مش بسويها من فوق، انا يا دوبك بديها تشميعه بس من القعر من تحت. يعني من تحت كده القرصه بتاعتك من تحتيها بتبقى يا دوبك واخده تشميعه. وبعد كده ببدا انزلها تحت الشوايه تقب معايا، وبعد كده انزلها بقى على الفرن من تحت في ارضيه الفرن. تمام. كل ده بقى عايزه اقول لك ما بياخدش ثواني ولا دقايق حتى، ده كل حاجه من دي بتاخد لها مثلا فيما يقرب من دقيقه، دقيقه ونص، مفيش اكتر من كده. بصي بتاخد وش من فوق، بروح واخده الصينيه دي بعد ما القرص تاخد وش وتاخد اللون الجميل ده، خديها بقى ونزليها على ارضيه الفرن، تاخد من تحت وش خفيف، يعني تاخد من تحت لون. جبت صينيه تانية برضو وانا شغاله في صينيتين اتنين، سخنتها برضو وبدات احط القرص بتاعتي زي ما انت شايفه. تمام. والله ما في اسهل من كده. بتاخد يا دوبك تشميعه من تحت، وممكن عايزه اقول لك لو الصينيه سخنه كفايه على كده، يعني لو الصينيه سخنه طفي النار وخلاص على كده. ابدأي بقى خديها ونزليها كده على تحت الشوايه زي ما انت شايفه. انا دي تاني صينيه اهي بوريها لك، حطيت التانيه في ارضيه الفرن هتاخد لون من تحت زي ما انت شايفه دلوقتي هوريكي. وبعد كده هبدأ اتعامل مع التانية. التانية هي ما شاء الله اللهم بارك، بصي بتقب وتحفة جدا. عايزة اقول لك اظن ما فيش اسهل ولا احلى واجمل من كده. قرص بتتعمل في ثواني، وما شاء الله اللهم بارك كل هيحلف بشطارتك وجمالك. بصي الجمال عامل ازاي، شوفي اللون بتاعها من فوق عامل ازاي. وعايزه اقول لك اللبن الرايب مخلي ريحتها تحفه جدا. سمن المعلقتين السمن البلدي مع شويه الزيت برضو مدينها ريحه وطعم مفيش بعد كده. دول بقى لسحور رمضان مفيش غنى عنهم. يعني انا عايزه اقول لك انت لما تجربيهم بالطريقه دي وبالسهوله دي مش هتقدري تستغني عنهم تاني ابدا في رمضان. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب كل اللي بتعمليه. واتمنى تكتبي لي بقى في الكومنتات ان شاء الله لما تعمليهم عملتيهم كده ولا لا، وطلعوا معاكي حلوين ولا لا. طبعا الكميه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده اللهم بارك طلعت تحفه جدا. طبعا انا كنت بفرغ وبصور، فجبت لك اللقطه كلها على بعضها في الاخر. ما شاء الله اللهم بارك، دي الكميه بتاعتنا النهارده. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب اللي بتعمليه. وان شاء الله اشوفك على خير وبخير، واكتبي لي في الكومنتات في الفيديو القادم عملتيها كويس ولا لا. ان شاء الله تطلع من تحت ايديكي جميله. وربنا يكرمنا ويكرمكم باذن الله. ومتنسونيش بقى بدعوه حلوه، واتمنى تحطي لي اللايك والاشتراك، واشوف وشكم على خير وباذن الله. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم.